السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الغاليات، حيث نأخذك خطوة بخطوة نحو حياة أكثر هدوءا وإنتاجية. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم لكل امرأة: تنظيم البيت وتأثيره على نفسيتك، وكيفية ترتيب المنزل بذكاء دون تعب. هل شعرت يوما أن كل شيء حولك فوضوي؟ الملابس المبعثرة، أدوات المطبخ، أوراق هنا وهناك. حتى لو حاولت تجاهلها تجدين عقلك مشوشا ومتوترا، ويبدو أن يومك كله يمر بسرعة دون إنجاز شيء. والسبب بسيط أكثر مما تتخيلين: الفوضى الخارجية تتحول تلقائيا إلى فوضى داخلية. عقلك يتعامل مع كل غرض زائد كمهمة غير منتهية، كنداء صغير يشتتك دون أن تشعري، فيصبح التركيز أثقل والمزاج أثقل والطاقة أقل، حتى ولو لم تلمسي شيئا. ولذلك عندما ترتبين لا تكونين فقط تنظفين البيت، بل تحررين نفسك من ضوضاء ذهنية تسحب منك الهدوء والإنجاز. تخيلي معي لحظة: غرفة هادئة، كل شيء في مكانه، شعور بالنقاء، مساحة للتنفس، وأفكار أكثر صفاء. هكذا تماما تتغير نفسيتك حين يتغير محيطك. والتنظيم لا يعني جهدا كبيرا أو ساعات طويلة، بل خطوات ذكية بسيطة مستمرة تنقذك من الدوران في حلقة الفوضى. إذن، لماذا يؤثر ترتيب البيت مباشرة على حالتك النفسية؟ البيت المنظم ليس مجرد شكل جميل، بل مساحة تمنحك الراحة النفسية وتعيد لك طاقتك. كل زاوية غير مرتبة تمنح شعورا بعدم السيطرة. العقل بطبيعته يحب الوضوح، يحب النظام، يحب أن يتحرك في مساحات يعرفها، ويعمل في بيئة تخدمه لا تربكه. ولذلك حين تعودين إلى غرفة مرتبة أو مطبخ نظيف أو مكتب بسيط خال من التشتت، يحدث شيء مدهش، وكأن النظام في الخارج يعيد ترتيب الداخل تلقائيا. ولهذا السبب تحديدا، عندما تبدأين بالترتيب حتى بخطوات بسيطة تشعرين براحة لا تفسر. الراحة ليست لأن المكان أصبح جميلا، بل لأن عقلك أخيرا استعاد السيطرة. النظام ليس رفاهية، النظام علاج للضغط، للتشتت، للكسل، للإرهاق الذهني. والأجمل أن النظام لا يحتاج طاقة كبيرة ولا وقتا طويلا، بل يحتاج ثباتا بسيطا: زاوية ترتب الآن، درجة ينظف هذا الأسبوع، روتين خفيف يتكرر يوميا. ومع كل خطوة ستجدين أن البيت يهدأ، والنفس تهدأ، والعقل يصفو، وتعود مشاعر السيطرة والطمأنينة. فالفوضى تكبل والنظام يحرر. مساحة مرتبة تعني دماغ مرتاح وشعور بالسلام الداخلي. ترتيب رف أو ترتيب بسيط لطاولة يمنحك شعورا بالإنجاز والسعادة. الروتين المنظم يقلل القلق والتوتر، يساعد على النوم بشكل أفضل والشعور بالراحة بعد يوم طويل. انظري حولك الآن وحددي شيئا يزعجك، رتبيه أو نظميه. حتى لو كان شيء بسيط ستلاحظين الفرق في شعورك مباشرة. إذن إليك هذه الخطوات لتنظيم بيتك بذكاء دون جهد ولا توتر. أولا، قسمي بيتك إلى مناطق: المطبخ، غرفة الجلوس، غرف النوم، الحمام، أماكن التخزين. ركزي على منطقة واحدة في كل مرة لتجنب التعب والإرهاق. طبقي قاعدة 5 دقائق. كل شيء يحتاج أقل من 5 دقائق قومي به فورا. قاعدة ال5 دقائق المفتاح الذهبي لبيت خفيف. هذه القاعدة بسيطة بشكل مدهش، لكنها تغير كل شيء. لماذا؟ لأن معظم الفوضى في البيوت ليست من مهام كبيرة، بل من أشياء صغيرة تم تأجيلها. إذا كانت المهمة تحتاج أقل من 5 دقائق، افعليها الآن، لا تفكري، لا تؤجلي، لا تتركيها لتتكرر وتتراكم. وضع الملابس في الغسالة، ترتيب كتب، مسح طاولة، ترتيب الصحون في مكانها، مسح البوتاغاز بعد الطبخ، جمع الألعاب ووضعها في صندوق واحد، تفريغ القمامة عندما تمتلئ بدل تركها، طي البطانية فور الاستيقاظ. هذه الأعمال الصغيرة حين تتراكم تصنع فوضى كبيرة، لكن حين تنفذينها فورا تصنعين منزلا هادئا دون جهد حقيقي.
لماذا قاعدة ال5 دقائق فعالة جدا؟ لأنها تمنع التراكم، والتراكم هو أصل الإرهاق. تمنحك شعورا سريعا بالإنجاز، تخفف عبء التفكير، تبني فيك عادة التعامل الفوري بدل التأجيل، تجعل البيت يبدو مرتبا أغلب الوقت بدون جلسات تنظيف طويلة. مع الأيام ستلاحظين شيئا رائعا: البيت أصبح أسهل وأخف والفوضى أقل، ليس لأنك تعملين أكثر، بل لأنك تتعاملين بذكاء مع التفاصيل الصغيرة التي كان لها أكبر تأثير. وهنا تحديدا تبدأ كثير من الأمهات بالشعور بالراحة بعد سنوات من الشكوى. بيتي دائما فوضى، مهما رتبت يعود كما كان. وللأسف ما لا يعرفنه أن المشكلة ليست فيهن ولا في قدرتهن ولا في أن البيت يحتاج ساعات من التنظيف. معظم الأمهات يفكرن بهذه الطريقة: رتبي كل شيء في وقت واحد. وهذا ما يجعل ترتيب البيت مهمة مستحيلة، لأنها ضخمة ومرهقة وتحتاج طاقة لا تتوفر أصلا عند امرأة مسؤولة عن أطفال، طبخ، بيت، مسؤوليات. الحل الحقيقي ليس في المزيد من الجهد، بل في تغيير الاستراتيجية. الفوضى لا تهزم دفعة واحدة، بل تهزم على أجزاء. حين تقسمين البيت إلى مناطق وتتعاملين مع زاوية واحدة كل يوم، تشعرين أنك تربحين أمتارا صغيرة، لكنها تغير شكل البيت كله على المدى الطويل. العادات تهزم الفوضى أكثر مما تفعل القوة. العقل يجهد عندما يرى مكانا منكسرا، زوايا متراكمة، ملابس غير مطوية، درج ممتلئ. لكن عندما تجعلين عندك 3 إلى 4 عادات ثابتة يومية ولو بسيطة، تتغير البيئة تلقائيا. الأمهات المتعبات نفسيا أو المستنزفات يرين الفوضى أكبر مما هي، لكن عندما يشعرن بالسيطرة على مساحة صغيرة فقط، يتغير مزاجهن كله. فالبيت ليس مكانا فقط، بل طاقة. ثانيا، تقبلي أن البيت بيت وليس معرضا. وجود طفل يعني ألعابا. وجود طفل يغير البيت، يغير الوقت، يغير طاقتك، يغير أولوياتك. هذا طبيعي. غير طبيعي أن تطلبي من نفسك أن تعيشي كما كنت في مرحلة مختلفة تماما قبل الطفل. طاقة البيت أقل، الغرف تبقى كما تركتها. بعد الطفل الحياة تنمو، صوت إضافي، قلب إضافي، احتياجات إضافية، حركة في كل زاوية. نعم، سيكتبون على الجدران، سيزينون الحائط بخطوط تشبه فن العصر الحجري. فحاولي إقناع نفسك أن هذا إبداع طفولي وليس كارثة ديكورية. سيخربون أشياء كنت تحبينها، سيجربون كل شيء، يفتحون الأدراج التي لم تفتحيها منذ سنة، يختبرون صلابة الأريكة بالقفز الحر. ذلك الكوب الجميل سيتحول إلى ذكريات. لكن بين كل ضجة هناك لحظة ضحك، بين كل فوضى هناك حضن دافئ، وبين كل شيء مكسور هناك ذكرى وحكاية وطرف دعابة تروينه بعد سنوات. فكيف تتوقعين أن يبقى البيت كما كان؟ وجود أم عاملة يعني أدوات ومهام. وجود أسرة يعني حركة. الفوضى جزء طبيعي، لكن التراكم غير طبيعي. والهدف ليس بيت بلا فوضى، بل بيت بلا تراكم. الفوضى نتيجة نشاط، التراكم نتيجة غياب نظام. الفوضى ترتب ب5 دقائق، التراكم يحتاج ساعتين، وهذا ما يرهقك. ولذلك عندما تقبلين فكرة أن الفوضى ليست عدوك، ستتغير مشاعرك. لن توبخي نفسك ولن تشعري بالخجل، ولن تربطي بين قيمة نفسك وبين ترتيب بيتك، بل ستعرفين أن دورك هو إدارة البيت لا محاربته. وإدارة البيت تبدأ بالفهم لا بالعقاب الذاتي. ثالثا، ابتعدي عن فكرة البيت المثالي. حين تبتعدين عن فكرة البيت المثالي تصبحين أخف وأهدأ. تتوقفين عن مقارنة بيتك بصور على الإنترنت، تتوقفين عن جلد نفسك لأنك لم تترك البيت كما كان قبل الطفل. تبدأين برؤية الجمال في الحركة، في الحياة، في التفاصيل الصغيرة، وترين أن البيت المثالي هو البيت الذي تعاش فيه حياة حقيقية. بيت يشهد تعبك، صبرك، محاولتك، ودفء أسرتك. بيتك مكان للراحة، للحركة، للأقدام الصغيرة،
للطعام الذي يطبخ بمحبة، للضحكات التي تسمع، وللأشياء التي تستخدم وتترك.